الغزالين ديالي خذوا شي حاجه تشربوها ويلا نبداو الفيلم تاع اليوم. في بداية الفيلم كنشوف واحد شاب اللي هو وسيم كينتقل من سجن الأحداث لسجن البالغين بعد ما كمل 19 سنة، وسميت هذا الشاب إريك يحاول يتأقلم مع حياته جديدة واكتشف السجن اللي هو فيه. ينزلوهم المطعم ديال الحبس وهو باقي مسخن حتى بلاصتو، يدابز مع السيد اللي واقف على نافذة المطعم. خونا قال ليه عطيني رقم الزنزانة ديالك باش من نسالي الخدمة ديالي نجي نتواجهو انا وياك. إريك حتى هو مسالي راسو، عطاه رقم الزنزانة وكيشوف ليه في عينيه. يدخلوا الحرس ويفكوا المدابزة اللي كانت مشادات كلامية فقط. ومنين نزلوا للسراحة إريك كان واقف بعيد على السجناء وكيراقب حركتهم. هنا يبان لي السيد اللي دابز مع الصباح وعرف باللي كيتاجر في المخدرات، وهو واقف جا عنده واحد الراجل نصحو وقال لي خاصك تبعد على المشاكل. ديك الساعه إريك يتصنت لهضرته وغادي يمشي للزنزانه ديالو ويتكي يرتاح حتى يدخل عنده جارو اللي في الزنزانه اللي قدامه، اللي كان قبل إريك طلب منه بريكه وما بغاش يعطيها ليه في الاول، ودابا جا عنده باش يعطيها ليه كدليل على المحبه. إريك فاق مدهشر وعند بالو عصابه دخلت عليه، ضرب الولد حتى كتبان ليه البريكه في يدو وبلي هو غير جارو فقط. هزوه ونزلوا للحراسه باش يعتقوه حيت ضربوا ضربه خايبه، والحراس رفضوا يساعدوه حيت عند بالهم دابزين وبغاو يشدوه. إريك هرب لهم الغرفه ديالو، خوا على راسو الزيت باش ما يشدوش، وهرس الطبله رجليها ووقف باش يكون موجود الى دخلوا عليه الحراس. فعلا دخلوا عليه وما قدروش يشدوه حيت كان خاوي على راسو الزيت، وبدا كيضرب فيهم بالواحد حتى شد واحد فيهم وحكمه وحط عليه حديد على عنقه وهددهم يقتلوا. جا كبير الحراس وحكى ليه شنو وقع، وطلق الحارس اللي كان بين يديه، شدوه بعنف وخرجوه من الزنزانه ديالو. لكن إريك يضربهم وغادي يهرب لواحد الغرفه اخرى. هنا يدخل عند واحد السيد اللي كان من منظمه حقوق الانسان كيدير جلسات علاجيه للسجناء اللي ما كيتحكموش في راسهم وكيكونوا عنيفين، والاسم ديالو جون. قال لهم اللي قاس إريك غادي نشهد ضده، ومشى عند إريك كيحاول انه يكالميه شويه ويدخلوه للسجن الانفرادي وحيدوا ليه المينوط. وتكلم مع رئيسه السجن بواسطه اللاسلكي، ومني جات قال لها جون باللي إريك كان في حاله هيجان وخاصو يبقى منفرد عن بقيه السجناء. يحاول يراقب الحاله ديالو، لكن واحد من الحراس اللي الاسم ديالو سام دخل وقال للرئيسه راه إريك مكحلها وضارب جوج من الحراس وخاصو يتربى. جامعوا باش يلقاو حل لإريك، لكن جون قال باللي إريك دار هادشي باش يبين القوه ديالو قدام بقيه السجناء وحتى واحد ما يقرب ليه، خصوصا انه صغير بزاف. وطلب من رئيسه السجن تخليه يحضر جلسات العلاج مع بقيه السجناء، لكن الرئيسه قبل ما تقرر طلبت تشوف إريك اولا. جابوا إريك وقالت لي على الاقتراح ديال جون، ولا رفض يصيفطوه للسجن الانفرادي طول مده الحكم. لكن إريك فمو مبري منه، قالها لو كاع الناس تعملت بطريقه زوينه ما غاديش يكونوا سجناء والسجن يتسد وهما ما غاديش يخدموا، وكيدير هكا باش يخدموا زعما دير فيكم خير. وبدا كيسب الحارس اللي حداه. هنا طلبات منهم يصيفطوه للسجن الانفرادي، وقالت لجون الطلب ديالك مرفوض. لكن سام غادي يتدخل وقال خليه يحضر الجلسات، وإلا دار شي حاجه من هنا لقدام ديك الساعه يدخل للسجن الانفرادي وما يعاودش يحلم يخرج منه. في مشهد اخر كنشوفوا بين المسجون اللي نصح إريك في بدايه الفيلم دخل عند سجين اخر اللي الاسم ديالو باولو، واللي كان مسيطر على السجن كامل، وقال ليه ولدك إريك داير مشاكل، قال له خاصك تسيطر عليه قبل ما يخرج لنا على الخدمه ديالنا في الحبس. هذاك باه وهذاك ولده، ودخل الحبس حيت قتل عاتو. وديك الساعه نزل بين لغرفه إريك وفهموا باللي الحرس قادرين يصفيوه في اي وقت الا دار مشاكل اخرى، وغادي يديروا قضيه على اساس انه منتحر وحتى واحد ما غادي يكذبهم. ومن الافضل يشارك في جلسات العلاجيه ديال جون ويتكالم شويه، حيت الا تكالم وتادب غادي يخرج في النصف ديال المده السجنيه. حسن السلوك ولا ما بغاش يحشم هو اللي يعاود ليه التربيه من اول وجديد. ثاني يوم إريك مشى لغرفه السجين اللي ديما كيدابز معاه في المطعم، ودخل الزنزانه ديالو ورول ليه الدنيا وخدا ليه واحد جوج بريكات، خرج وهو ضاحك ومشى عند السيد اللي ضرب وعطاه وحده هديه وطلب منه السماحه. صاحبنا دخل بلاصتو لقاها مرونه ومسروقه وما عجبوش الحال، وعرف صاحب دعوته شكون. مشى لعند واحد المدمن وعطاه المخدرات وقال لي بغيتك فواحد البلان وهي تصفي ليا إريك انت وصحابك، وعطاه موس ولكن شرط حتى واحد ما يعرف انه هو السبب. إريك كان في الجلسات العلاجيه مع جون وكيحاول يتصرف مزيان، جبد كارو شعلو. جون قال ليه ممنوع التدخين في الجلسه والتدخين في الاستراحه بعد الجلسات، لكن إريك رفض تماما حتى كيجي بان وكيقول ليه خاصك تسمع كلام جون. هنا دار فيه جون قال ليه انت ما خاصكش تدخل في هادشي وما تدخلش للقاعه بدون اذن. بين خد السيجاره من عند ولده وخرج في حاله.
وطلب بين من الحارس اللي في الباب الا دار ولدو شي حاجه يعلمو. لكن اريك خرج وتعصب على الحارس حيت عند بالو هو اللي كيبرقق ليه على فعايلو عند باه. جون خداو الحراس للغرفه ديالو وجلس تما حتى يدخلوا عليه خوتنا فلا ويحاولوا انهم يصفيوه. هنا واحد ملي كيحضروا الجلسات العلاجيه معاه شاف المنظر وتدخل، وهنا اريك والاخر قدروا انهم يسيطروا على الموقف ومشى في حاله. اريك قدر انه يشكر السيد اللي عتقوه وقال ليه علاش عاونتيني. قال له جون موصينو عليه يعاونوه في حاله ما كان مدابز. هنا اريك دورها في راسو مزيان وعرف باللي بغاو يعاونوه بدون مقابل، وقرر يحضر الجلسات ويتكالما وبدا كيفضفض عليهم. واوقات كانوا كيتعصبوا على بعضياتهم ولكن هانيه كل مره وحالهم. ومع متابعه الجلسات اريك والبقيه ولاو فحال خوت فاهمين بعضياتهم مزيان وكيترينيو مع بعضياتهم وتحسنات سلوكياتهم للافضل. حتى واحد النهار اريك كان دخل الدوش يهجم عليه واحد من اللي بغاو يصفيوها ليه النهار الاول وغلبوه وقال له شكون اللي محرضكم؟ قال له فلان مول البريكه هو سبابك. حتى واحد النهار من شافو اريك مشى ليه نيشان، الاخر كان طويل ومقدر وقدر انه يتغلب على اريك شاف القضيه حماضه وطلع واحد السلاح كان مصايبه ضربوا الوجه والجسم ديالو وهدوا انه يصفي الا ما قالش ليه علاش بغاه يموت. السجين كذب عليه باش يخرج راسو وقال ليه باولو هو اللي بغى يصفيك. وهاد باولو صاحب ديال باه ومشى عنده نيشان باش يصفيه اريك. لكن لحسن الحظ كان باه بين ودخل وقدر يسيطر على اريك وعاود ليهم على المدابزه ديالو مع داك المقدر، وهو اللي قال ليه باولو اللي بغى يفنيك. هنا باولو صيفط على داك خونا وقال ليه واش بصح هاد الكلام؟ قال ليه قالوا اريك مسجون غير عادي وهو ولد بين، ومن الافضل انك انت تنقل راسك من هذا السجن قبل ما نصفيك. هنا اريك فهم الفيلم وعرف باللي باولو ما عنده علاقه في هذا الشيء. باولو تكلم مع اريك قالوا المشاكل في السجن ما كتحلش ولدي بالعنف، وانما كاين طرق عديده باش نقدروا اننا نحلوها، واي واحد دار لك شي حاجه انا موجود. ثاني يوم اريك مشى للجلسه وحكى صحابو على المشكل اللي وقع وعلموه وعاونوه كيفاش يحاول يتحكم في اعصابه ويتنفس بعمق قبل اي مشكله. واحد شويه تعصب عليهم ودابزوا ولكن شويه تكالماو كاملين. في مشهد اخر سام ورئيسه السجن دخلوا عليهم في الجلسه وقالوا لجون خاصك ضروري تعلم اريك يضبط نفسه قبل ما ندخلوا. اريك انسحب بهدوء وقال لهم نحاول نتعلم انني نضبط نفسي. في الطابور اريك كيتسنى النوبه ديالو جا عنده بهبان وبقى كيلومو، لكن اريك ما تقبلش كلامه وقال له حياتك كامله في الحبس وخليتيني في الزنقه كتربي فيا. بين كعا وضرب اريك بلكمه قويه لوجهه ورجع باش يعتذر ليه وقال لي انا ما باغيش الامور توصل معنا للعنف. لكن اريك تعصب وضربوا وشبكوها بيناتهم. بين كان اقوى من اريك لكن اريك قدر انه يتغلب عليه بقوه، لكن ماسو كانت عنيفه ضد بين اللي هو باه. خرج في حاله ولكن اريك بقى تابعه في الحبس كيستفزه. لكن باولو تدخل ووقف قدام اريك وقال لي الامور كتحل بالهدوء ماشي بالعنف. ساعه شدوا عطاو واحد البركه ولاحوا حتى جا فوق واحد السياج هبط ليهم وقال لهم اللي سميتو راجل يجي لعندي. بين يدخل في قتال عنيف مع ولده اريك حتى يجوا الحراس ويدخلوا. اريك كان جاعر وبين كيطلب من الحراس يبعدوا ليه من ولده حيت بين عارف مزيان باللي في الحبس الا كان شي مسجون فيه المشاكل كيشنقوه بالحبل على اساس انه وصفها لراسو. بين دخلوا الحبس الانفرادي ولكن ما قدرش انه يسكت، بقى كيغوت عليهم حتى جابوا تيو ديال الماء ورشوه بيه على الله يبرد ويسكت. لكن السيد غير ما زاد فيه حيت كان خايف على ولده بزاف وبدا كينادي باسم ولده اريك. واخيرا جاوبوه وقال له انا بابا راني بخير. عرف بين باللي حراس كيدبروا لشي حاجه لولده. وفعلا في ذاك الوقت سام مشى لعند باولو وعلى ود داك الشيء اللي دار ليه قال له صفيه حيت سام وباولو كيخدموا بجوج في المخدرات وباولو كيتحكم في سام. رجعوا لبين ما بغاش يسكت وطلب من الحراس يفكوا ليه المينوط. فعلا الحارس غادي يدخل ويفكهم ليه من يديه حتى غادي يضربوا له الراس. فقد الوعي ديالو تكا في بلاصتو وغطاه وخد المفاتيح منه وخرج مشى لعند باولو وترجاه يخلي ليه ولده ويعيش. باولو مطور قال لي حنا فحال خوت وما غاديش نادي اريك، ولكن هو كان غير كيحاول يجبد الموس من تحت الطبله باش يرشقها في بين. ولكن بين كان اسرع واقوى وطعنوا بها. وباولو قال له سام راه غادي عند ولدك دابا الا مشيتي بالزربه تقدر تعتقو، وان سام هو اللي باغي يصفيها لاريك وهو ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء. لكن بين ما غاديش يدوخوا بهاد الهضاضير وصفاها ليه ديك الساعه. في ذات الوقت كان سام مع الحراس كيضربوا في اريك وعلقوا ليه حبل في عنقه وربطوه مع النافذه باش بان عمليه انتحار. لكن بين دخل وضرب الحراس وقال سام نزل اريك دابا ولا نصفيها لك. سام خاف منه واضطر انه يقطع الحبل وخرج من تما.
سام كيخرج بلغ الرئيسه ديالو انه كانت هناك محاوله الانتحار. في الوقت اللي كان إيريك كيرجع الانفاس ديالو كيبكي وما متيقش راسو انه شويه وغادي يموت. تعالج إيريك وكان في الغرفه ديالو، ودخل عليه واحد الحارس قال له تقدر تشوف باك قبل ما نقلوه لحبس اخر. إيريك وبين كانوا حزينين حيت بين غادي ينقلوه لحبس اخطر من هذا اللي كان فيه، حيت فيه بزاف ديال المشاكل وما قدروش يسيطروا عليه. ووصى ولدو يبعد على العنف والمشاكل باش يقدر يعيش حياته بطريقه احسن ويقدر يخرج من الحبس وما يوصلش للحاله ديال باه. وهنا قرر إيريك انه يتخصص راسو ويتغير للاحسن. كنتمنى يكون عجبكم الفيلم ديال اليوم، وما فيها باس الا ضربتي معك واحد اللايك وبارطاج واشتركتي في القناه حتى يوصلكم كل جديد. وبالنسبه الى كيعجبكم افلام سينمائيه مغربيه فممكن انكم تخليوا لي اسمائهم في التعاليق ونقدر نخدم عليهم. وشكرا.